سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام واحد من أشهر الشخصيات اللي وردت في القرآن الكريم، وعرف بذكائه الشديد وقدرته العظيمة في تفسير الأحلام. في حديث صحيح مسلم ذكر أنه أوتي شطر الحسن، يعني ربنا اداله نص جمال الدنيا. كان سيدنا يوسف جزء من عيلة ربنا شرفها بالنبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وده طبعا يدل على مكانته الكبيرة والرفيعة جدا. سيدنا يوسف كان الابن رقم 12 من أبناء سيدنا يعقوب، وكان ليه أخ شقيق واحد اسمه بنيامين، والباقيين إخواته من ناحية الأب بس. من صغره كان عنده عقل وحكمة فوق العادي وقدرة رهيبة جدا على تفسير الأحلام. ربنا وعده إن هو هيتم عليه نعمته زي ما أتم النعمة على أبويه إبراهيم وإسحاق، وده كان دليل على محبة ربنا لسيدنا يوسف وتفضيله على إخواته. لما كبر شوية بدأ يظهر حب وحنان أبوهم عليه، وده اللي خلى إخواته يحسوا بالغيرة والحسد، ودي كانت بداية المأساة اللي عانى منها سيدنا يوسف. إخواته حطوا خطة شريرة عشان يتخلصوا منه، وقرروا إن هم يرموه في بئر عميق، وده كان موقف قاسي جدا، لأن حتى لما أبوهم سألهم على يوسف قالوا له إن الذئب كله، لكن أبوهم ما صدقهمش وكان حاسس إنها مؤامرة عشان يتخلصوا من أخوهم يوسف. يوسف وهو في الجب ربنا أرسل ليه سيدنا جبريل عشان يطمنه، لأن اللي حصل كان صدمة نفسية كبيرة جدا ليه. إزاي إخواته الكبار يعملوا كده معاه؟ في الوقت ده كان في قافله ماشيه في طريقها لمصر، ولما قربوا من البير بعت واحد منهم يملى لهم ميه، ولما نزل اداله عشان يملاه لاحظ ان في طفل جوه البير، فرح جدا وراح رفعه من البير وخده معاه لمصر. هناك بقى راحوا باعوه بسعر رخيص جدا، لانهم كانوا متاكدين ان اهله هيرجعوا يدوروا عليه، فكانوا عايزين ياخدوا اي فلوس وخلاص. وده طبعا كان من مصلحه سيدنا يوسف عشان يوصل لبيت الحياه فيه اسهل، وكان من تقدير ربنا اللي يشتريه هو عزيز مصر. ربنا القى في قلب الراجل ده محبه سيدنا يوسف، فوصى عليه مراته وقال لها ده شكله ابن ناس واحنا ما بنخلفش، مش عايزك تعمليه انه خدام، عايزك تكرميه، انا حاسس ان هو هينفعنا وهيبقى زي ابننا. بالطريقه دي سيدنا يوسف عاش حياه كريمه، وكانت اخلاقه كمان جميله جدا مش بس شكله، وربنا كافئه على احسانه اللي عملته للناس ومعاملته لاي شيء هو بيعمله بانه يمنحه العلم والحكمه. ربنا قال لنا في القران ان كل واحد هيبقى من المحسنين ربنا هيكافئه بانه يزيده حكمه وعلم. لكن لما سيدنا يوسف كبر وبقى شاب حصلت له مشكله كبيره جدا. امراه العزيز بدات تغويه وتستغل ان هو هيبقى مضطر يطاوعها، قفلت الباب وبدأت المحاولة، لكن سيدنا يوسف رفض واعتبر ان دي هتبقى خيانة كبيرة جدا للراجل اللي اكرمه، واعتصم بربنا وقال معاذ الله. لكن امرأة العزيز اتغاظت جدا واعتبرت رفضه اهانة كبيرة لكبريائها، فحاولت تضربه. يوسف عرف بحكمته ان هو مش هيستحمل امرأة تضربه، وان هو اذا حاول يدافع عن نفسه ممكن تقول ان هو حاول يغتصبها. ما كانش قدامه غير ان هو يجري. بالفعل جري ناحية الباب وهي جريت وراه، ومسكته من ظهر القميص اللي هو كان لابسه فقطعته. وفجأة ربنا أنقذ سيدنا يوسف بأنه وجد العزيز قدامه. الست حست إن موقفها بقى سيء جدا، وبسرعة جريت على جوزها وبتقول له إن سيدنا يوسف حاول يغتصبها وإن هو لازم ينتقم منه بإنه يسجنه أو يعذبه عذاب شديد. هنا سيدنا يوسف دافع عن نفسه وقال إن هي اللي حاولت تغويه. اجتمع كل الناس اللي في البيت وكان فيهم واحد حكيم، قال انا هقول لكم ازاي تعرفوا مين الصادق ومين الكذاب. قال اذا كان القميص مقطوع من قدام فهي صدقت وان هو حاول يغتصبها، لكن لو القميص مقطوع من ورا فهو الصادق وهي الكاذبه. ولما لقوا فعلا القميص مقطوع من ورا عرفوا ان هي اللي بتكذب. ومع ان الموضوع كان داخل بيت العزيز الا انه اتسرب للبلد كلها، واصبح حديث النساء في المدينه ان زوجة العزيز راودت فتاها عن نفسه. ولما الخبر وصل لامرأة العزيز عزمت ستات البلد كلها وقدمت لهم فاكهه، وادت لكل واحده منهم سكينه حاميه، وامرت يوسف ان هو يدخل عليهم مجلسهم. الستات اول ما شافوا جمال يوسف قطعوا ايديهم، وكانت عليهم كلهم ان ده مش مجرد انسان عادي، ده ملاك كريم. هنا بقى امرأة العزيز اعترفت قدام الناس كلها وقالت لهم هو ده اللي انتوا بتلوموني على حبه، وانا مصره على انه يعمل اللي انا طلبته منه، والا هدخله السجن وهذله قدام الناس كلها. لما يوسف سمع الكلام ده توجه لربنا وقال له يا رب السجن احب ليا من معصيتك وخيانه الراجل اللي اكرمني، وطلب من ربنا انه يصرف عنه كيد الستات ديت، وربنا استجاب له. ومع ان يوسف كان بريء قدام الناس كلها الا ان الحل الوحيد عشان الناس يتخلصوا من الفتنه دي ان يوسف يختفي عن حياه الناس ديت، يعني يدخل السجن. وكانت دي الطريقه اللي ربنا استجاب بيها لدعاء سيدنا يوسف. يوسف دخل السجن ومعاه اتنين، واحد منهم شاف رؤيه ان هو بيصب خمر، والتاني شاف رؤية ان في عيش فوق دماغه والطيور عماله تاكل منه. راحوا ليوسف وحكوا له الرؤية عشان يفسرها لهم. قال للاولاني انت هتخرج من السجن وهتبقى الساقي بتاع الملك، والتاني قال له انت هتصلب والطير هتاكل من راسك. سيدنا يوسف قال للاولاني يا ريت لما تطلع وتبقى ساقي للملك تحكي للملك ان انا بريء عشان يطلعني من السجن، والراجل فعلا وعده، لكن نسي اول ما خرج. يوسف فضل في السجن كتير لحد ما جه الفرج في رؤية رآها الملك. الملك شاف 7 بقرات سمان بياكلهم 7 بقرات ضعيفة هزيلة، ولقى 7 سنبلات خضر و7 تانيين زيهم بس يابسات.
الملك قام مستغرب جدا وسأل الكل عن تأويل الرؤية دي، بس محدش عرف يفسرها له. وهنا افتكر ساق الملك سيدنا يوسف، وافتكر ان هو يقدر يفسر له الرؤية دي. طلب من الملك ان هو يخرج يوسف ويجيبه قدامهم. يوسف عرف يفسر الرؤية دي وقال للملك: انتوا هتزرعوا القمح لمدة 7 سنين والمحصول هيبقى وفير. وفروا في الاستهلاك، واللي مش هتاكلوه سيبوه جوه في السنابل، واللي هتوفروه هتاكلوه في ال7 سنين، لان هيبقى فيه قحط ومطر قليل. وفي العام اللي بعده اللي هو العام ال15 المطر هيرجع كويس تاني. الملك فرح جدا بالكلام اللي سيدنا يوسف قاله وقرر ان هو يبقى المستشار بتاعه. وهنا يوسف طلب من الملك ان هو يبقى مدير خزائن القمح عشان يظبط توزيع القمح على الناس في ايام المجاعة. وطلب منه كمان ان هو يعيد التحقيق في القضية اللي هو اتحبس بسببها عشان يتبيع ويبان نزاهته وبراءته. وبالطريقة دي ظهرت براءة سيدنا يوسف، واعترفت كل النساء ان ما عملش اي حاجة تمس نزاهته. وبالطريقة دي ربنا نصره واصبح عزيز مصر، وكمان بقى المشرف على خزائنها. وده كان تكريم عظيم جدا من ربنا. لحد هنا الفيديو ده خلص. اتمنى تشوف الفيديوهات اللي فاتت، وما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. سلام.